كان في غاية الحياء من الله. إني مسني الضر، بس في غاية التعبير اللطيف. يعني واحد ينزل عليه من البلاء حتى فكك جلده وعظمه، وجعله في غاية من الضعف والامتحان الذي لا يقدره ولا يعلمه إلا رب العزة والجلال. حتى تقول له زوجته وما بقيت إلا هي: يا أيوب ألا ترى ما نزل بك؟ ادعو ربك. ثم يقول: إني مسني كل هذا البلاء، ترى بس مس خفيف جدا، تهوينا على نفسه أو لنفسه من امتحان الله جل وعلا. ولذلك سبحان الله لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من يريد الله به خيرا يصب منه. الله. أنت كل ساعة تقضيها في هذا الامتحان تمحى عنك جملة من الخطايا والذنوب. قد يقدر الله جل وعلا عليك منزلة في الجنة لم تبلغها يوم بعملك وبصلاتك وزكاتك وصيامك وقربتك، فبلغها الله إياك بهذه الامتحانات. لذلك أذكر واحد من السلف على ذكرى لهذه التعزية الجميلة جدا. واحد من السلف يوم من الأيام عزية، ذكر هذا ابن القيم في عدة الصابرين. وتخيل أنت قد تشقق قلبك من فقد من تحب، ثم يجيك واحد يعزيك، فيقول له: كيف لا أصبر وقد وعدني الله 3 خصال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ترى يا شيخ أحيانا ينهمر عليك خير الله ينهمر عليك في ساعة تكون أنت فيها في غاية الضيق. يعني لما قالت أم سلمة لما توفي زوجها: ومن خير من أبي سلمة؟ اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وأنا أستقرئ الرجال في نفسي لا أقول لا يوجد أحد خير من أبي سلمة. ثم قالت فقلت: فتقدم إليها سيد ولد آدم. ليش؟ لأن عوضك من الله ليس منك. الله. عشان كذا الإنسان أحيانا حينما يرقد في السرير الأبيض سيجد هذه الرؤى وهذا الرقاد قد دون في صحيفة أعماله بحبر مشرق. لذلك الله جل وعلا يقول: قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول سليمان بن القاسم: كالماء المنهمر. تريد حسنة، حسنتين، 3، 4، 5، 6، 7، 700، ما في حساب. طيب من الذي سيتكفل بهذا العطاء؟ الله الرزاق ذو القوة المتين. لذلك أنا أقول لكل مشاهد ومشاهدة رسالة تعزية. أحيانا ترى ممكن تدخل المستشفى وأنت في غاية صحتك، ثم تتفاجأ أن الطبيب يجلسك يقول لك: والله أنت مصاب بورم. صح ولا لا؟ صحيح. كنت أحيانا تجد في قلبك يبسا حينما كنت في نعمة، ما قلبك بعيد عن الله. ثم حينما أنزل الله عليك شيئا من ابتلائه أصبح هذا الابتلاء يصعد بك شيئا فشيئا في درجات الإيمان حتى أصبح قلبك يحوم حول عرش الله. قربك من الله. وعسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني مو بخير شوي، كثير جدا. ربما كثير من العطايا التي قد دونت في السماء أن تكون لك ما جاءتك إلا في الليالي التي تراها أنها سوداء.